الشباب بيواجهوا تحديات كبيرة جدًا، جدًا وكتيرة كمان، وبحكم شغلنا معاهم يعني الفترة المؤخرة كان في شغل كتير مع الشباب، فكنا بنلاحظ بعض التحديات اللي في منها هم مدركين إن دي موجودة بس مش عاوزين يتعاملوا معاها، وفي منها اللي مش مدرك أصلًا التحديات دي موجودة، وفي حاجات بيرى إنها تحديات بس هي يعني موجودة في ذهنه بشكل كبير. فخلّينا دلوقتي نتكلم شوية عن بعض التحديات اللي ممكن يكون الشباب بيعانوا منها، فهاعرف من داليا إيه الحاجات اللي حابة نتكلم فيها النهارده ونبتدي نتكلم عنها. طيب بما إننا لسه خارجين من معسكر career week اللي هو بيكون له تأثير كبير جدًا على الشباب، على يعني عدد كبير من الشباب اللي حضروا معانا، فلاحظنا شوية حاجات وأخدنا يعني بعض المآخذ على الشباب دول وعلى أفكارهم، فنحب نناقشها معاك. زي مثلًا الشباب المتسرع اللي عايز يحقق حاجات كتير أوي في وقت سريع، بدون ما يكون عنده المقومات ولا الأسس اللي تحقق له النجاح. شوفي، هو عشان نواجه الموضوع بشكل عقلاني وواقعي لازم نبقى عارفين حاجة مهمة أوي، إنه هو معذور. الشاب عنده طموحات وعنده أحلام ومحاط بكم رهيب من الأحداث وتسارع في الأحداث بيخلّيه طبيعي جدًا إن هو عاوز يحقق أحلامه في عنصر زمني أقل. آآ إمتى نعرف الفرق بين التسرع والضغوط؟ هو أنا برضه عشان ما تفهمش كلامي برضه بشكل غلط، مش معنى إن أنا باقول إنه معذور معنى إن هو معفي من المسؤولية. الفكرة في حتّة إمتى نبتدي نعرف إن هو متسرع، لمّا بيكون عاوز ياخد قبل ما بيشوف هو المفروض يدّي إيه، أو ادّى قد إيه، أو يكون عنده نوع من أنواع التوازن فيما يعطيه في مقابل ما يحصل عليه. هنا في خلل كبير جدًا. يرى البعض إنه اشتغل سنة والّا 2 والّا 3 فمن حقه إن هو يكون دلوقتي في أحسن المناصب، يرى البعض إنه اشتغل 18 ساعة في اليوم، اشتغل شغلانة و2 فالمفروض يكون عنده الدخل اللي يسمح له بإن هو يحقق اللي بيتمناه. الرؤية هنا غلط. مش معنى أنا اشتغلت سنتين 3 4 5 10 سنين وما حققتش فده معناه إن أنا في غمضة عين لازم السنة الجاية هابقى أحقق، لأ. لو أنا اشتغلت فترة طويلة وشايف إن أنا ما حققتش فيها فلازم نرجع لعملية، يعني أنا ما حققتش ليه؟ هل أنا ماشي في مسار الغلط؟ هل أسلوبي مش صحيح؟ هل طموحاتي أصلًا مش واقعية أو مش منطقية أو مش هي الأفضل بالنسبة لي؟ ففي معاملات كده بتخلّي الواحد لازم يبقى مدرك أولًا قبل ما يبتدي يفكر هياخد امتى، هو محتاج يدي ايه، محتاج يدي وقت قد ايه، محتاج يدي مجهود قد ايه، ومش بس يدي قد ايه ويديه فين وفي انهي طريق ومع مين. انا ممكن اشتغل مع حد 18 ساعة و... واتفانى جدا في الشغل وهو ما يقدرش شغلي ده، او صاحب العمل مثلا تركيزه مش في انه يديني، تركيزه في ان هو يحصل، ما هو كمان عنده احلامه، ما هو عنده كمان طموحاته، يعني عاوز يحقق. فما بلومش عليه، لكن الوم على الشاب نفسه اللي شايف ان هو طالما ادى بقوه واستحمل اللي من وجهه نظره اللي ما فيش حد تاني يستحمله فالمفروض انه ياخد بقى. لا، الامور ما تبقاش بالشكل ده خالص.